ازيك يا عزيزي؟ اتمنى تكون بخير. انا في حلقة النهاردة هكلمك عن حاجة لو اتثابت هتترتب عليها حاجات كتيرة قوي، حاجات كبيرة قوي احنا مش قدها. فيلم السلم والتعبان، بطولة الأستاذ الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال. دينا قلت الفنان والفنانة وأنا مش أقصد في الفيديو دوت عن أي حاجة وحشة، لكن الفيلم ده ما يتسكتش عليه. الفيلم ده هيترتب عليه حاجات كتيرة جدًا، ويعني إيه يا فنان تقول إن الفيلم دوّة من الأفلام الجريئة؟ يعني إيه المناظر اللي في الفيلم ده تقول عليها أفلام جريئة؟ لأ ده كده فيلم إباحي، خلينا متفقين. يعني والتيك توك أنتم قلتوا عليه خادش للحياة، أمال الفيلم ده إيه؟ ما هو ده هيذاع على التلفزيون، يعني أطفال أقل من السن ال14 13 هتتفرج عليه. يعني المشاهد اللي في الفيلم ده أكيد الأطفال هتتفرج عليها، هتترتب عليها حاجات أكبر من الأفلام الإباحية اللي أنا كنت عامل عليها فيديو. لأ أنتم كده عايزين توصّلوا الlevel للناس، الناس تعبانة كده خلقة. أنتم إيه اللي أنتم بتعملوه ده يا جماعة؟ مش هينفع الفيلم ده يتسكت عليه. إيه اللي فيلم من الأفلام الجريئة؟ لأ مش فيلم أفلام جريئة، ده فيلم إباحي. فبالله عليكم إحنا مش ناقصين. ويعني يتذاع كده في السينمايات وحقق إيرادات بسم الله ما شاء الله، وهيتذاع على التلفزيونات وعادي. الموضوع ده ما ينفعش يتسكت عليه يا جماعة، ما ينفعش يتسكت عليه. بس كده. معلش كان في comment محمد عاطف تقريبًا أو محمد عطية، بيقول لي: "هو أنت بتقلد بولتكس؟" باقلد بولتكس فين يا اسطى؟ ده هو محتوى أنا محتوى، باقلده فين بجد؟ فعشان بس بارُد على كل التعليقات وباشوفها، فأنا طلّعت الcomment بتاعك، وإن شاء الله نشوف comment جاي الحلقة الجاية، وبس كده، سلام.